مرحبا بكم حبيباتي الغاليات. اليوم في وصفة جديدة كيما عودتكم ميمة، وصفة مختلفة وبنينة. تويكا يا حبيباتي باش نبداو بوصفة الكريم باتيسير اللي هي باش نحطوها في وسط البشكوتو من داخل. الكريم باتيسير هذه باش نخلطوها بالكريم شانتيه باش تولي اسمها كريم دبلومات. وبالطبيعه ما ننساوش بعطيك كيفاش نغطسوا نوريكم كعبه البشكوتو في القهوه. توا تشوفوا المراحل بعطيك بشوي بشوي، تبعوني. جيبوا الكاسرونه نتاعنا، حطوا فيها العظم، زوز اصفر عظم، 60 غرام سكر. نبداو نخلطوه بشويه. نضيفوا عليه كمية الحليب، كل شيء في البارد بالطبيعة. نحطوا تاكي كمية النشا، نحطوها توكي على نار متوسطه ولا على نار ضعيفه، ونحركوها بشوي بشوي من غير ما نقصوا التحريك. تنوريكم بعطيك كيفاش نقص عليها. بالطبيعه مازالت الفانيليا حطوها اخر حاجه، والجيلاتين نوريكم كيفاش باش نعملوه. فوالا كم تشوفوا فيها كيفاش بدات طاقه الكريم، بدات تغلي. ما نقصوش عليها التحريك. حركوا مليح 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 باش متبقاش فيها الكعابر. توكي يا حبيباتي باش نوريكم طريقه تحضير الجيلاتين. الجيلاتين لازمنا مغرفتين صغار، نحط عليه مقدر تقريبا مغرفه كبيره ماء بارد مش برشا، ونخليوها هكا تذوب في وسط الماء البارد. وبعد كده نوريكم كيفاش باش نحطها باش نزيدها فوق الكريم نتاعنا باش تعقد وتجينا الكريم نتاعنا. فوالا هاي دوكي هكا خليوها على جنب. نحط القهوه نتاعنا سريعه الذوبان. انا اليوم عندي الماركه هذه ماركه جاكوبس. اذا عندكم ماركه نسكافيه ولا اي ماركه انتم تحبوا تستعملوها ولا اي نوعيه انتم مستانسين تشربوها، المهم انها تكون سريعه الذوبان، معناتها الفاسون تجينا القهوه خاثره وفيها طعمه القهوه. انا عندي استوس اخرى بحكم عندي بيبي، دونك باش نولي نعمل بارتي صغيره نتاع الخبزه مش بالقهوه، بارتي بالقهوه بارتي بالحليب. تنوريكم بعد كيفاش تعملها. تويكي نضيفوا فوقها كميه الماء المغلي. هذه هي القهوه اللي باش نغطسوا فيها. نبعث لك كعيبه البسكوي نتاعنا تويكيه حاضره. فوالا حبيباتي توكي نفرغوا الكريم نتاعنا باتيسير في وسط البول. ومادام هي سخونه نحطوا لها الجيلاتين نتاعنا اللي برد في وسط الماء هذاك البارد، وهي سخونه باش يذوب في وسطها بالطبيعه. خلطوه مليح مليح حتى لين يذوب. بالطبيعه نحطوا روح الفانيليا، ديما روح الفانيليا في الاخر باش تبقى الطعمه نتاعو ما تمشيش في الطياب. ما نخافوش منهم الكعيبرات هذوكم، خاطر من بعد كي تبرد شويه احنا باش نركضوها مره اخرى بالميكسور.
المهم نركزوا انه الجيلاتين بتاعنا يذوب بالباهي في وسطها ويدخل بالباهي. توي كايا نغطيوها بالفيلم اليمونتير ونخليوها لين تبرد، لكن مش في الفريجيدير بالطبيعه، نغطيوها بالطريقه هذه. اون كونتاكت ديريكت مع الكريمه باش ما تعملش هكا الطبقه اللي تشيح من الفوق. فوالا ونخليوها لبرا مش في الفريجيدير حتى لين توصل للتمبيراتور العاديه نتاع البيت. هذا هو الكريم شانتيه نتاعنا. لي بارد. هذه هي الكريمه نتاعنا بعد ما خليناها بردت في درجه حراره الغرفه باش نركضوها شويه. فوالا دوكي بعد ما ركضناها ركضه باهيه. والكريم شانتيه هذه الكريم شانتيه مش الكل الكميه باش نستعملوها على خاطر فم باش نخلي شويه كريم شانتيه باش نستعملها من الفوق نزين بها من الفوق. تقريبا مش نستعملوا شطر الكميه. فوالا نخلي شطر الكميه الاخرى باش نستعملها نزين بها من الفوق. نستحسن انه نرجعوا كل شيء في وسط البول اوسع نجمو نحركوا فيها خير معناتها مرتاحه خير. نرجعوا كل شيء. ليمول هذوما جوتابل انا شخصيا نحبهم برشا على خاطر نجم بعطيك نغطيه كي باش نحطه في الفريجيدير من بعد يسوفي كي نبدا باش نقدمها نقصه بالمقص خاطر هو كيما البابيي ونحطه في صحن اخر وكهو معناه يسهل علي العمليه. دونك في نفس الوقت ما تسيحليش وما تخرجليش الخبزه في نفس الوقت. من بعد اللي كي نحب نقدمها جوست نقص الحوايج الكل ونحي الاخطاء هذه بيان سور اللي كان مغطيه لي خاطر شفتوا كيفاش تحميل الخبزه نتاعي في الفريجيدير ما يبداش مطعمها حتى شيء. شوف كيفاش نسكرها. نبداو نخلطو بشويه بشويه. فوالا هذه الكريم نتاعنا اللي باش نستعملوها بالطبيعه ما نحطوهاش في الفريجيدير. شوفوا كيفاش التكستور نتاع الكريمه ما نحطوهاش في الفريجيدير في الاول على خاطر الجيلاتين نتاعنا باش يتكبس وباش تكستاح لنا ما عادش باش نجمو نتحكموا فيها. دونك نخدموها وهي هكايا. هذه القهوه نتاعنا هاكم تشوفوا فيها كيفاش قويه شويه بالطبيعه. فوالا شوفوني كيفاش باش نبدا نحط القهوه نتاعي. نعصق هكا بشكوطو ونحطها هكاك نبداو نرصفو بشويه بشويه الكعيبات بجنب بعضهم. بالطبيعه عندنا اون بارتي باش نعملها في الحليب خاطر عندي بنتي صغرونه ما تاكلش بالطبيعه القهوه مازالت بيبي. فوالا حبيباتي اللي عنده بيبي كيفي انا يعمل بارتي بالحليب يغطس في الحليب. هذوما 3 مرسول بنوتي صغرونه حكم هي بيبي دونك ديجا المرسو معناها تاخذ شطر مرسو مش حاطها مرسو كبير. ودوا بالكم على صحة صغاركم خاطر الصغار مش باهينهم القهوه بالكل. فوالا دونك واضح توكي كيفاش باش نعمل.
فوالا نبداو باول كوش كريم دبلومات نتاعنا. نحاولوا بشويه باش اللي البسكوي نتاعنا ما يتحركوش من بلاصتهم. كي نحطوا شويه بيستاش فرحي راهو يبننها على الاخر البيستاش. اي فاكهه راهو سورتو يعني حتى البوفريوه ياسر تبنن معناها عندها انغو سبيسيال. اللوز كيف كيف كي يتحمس ومن بعد يتحط يبدا ياسر زاد بنين. يعني باش نوريكم لا فيرسيون معناها نتاع الخبزه الهواء اللي هي الفاخره، معناها اللي هي كي يجيك ضياف بالحق تنجم حاجه تخرجها ما تسحقش فور لا حتى شيء، يعني جوست تتبرد. فوالا نحط الكوش هذه بكل هبانه، وفي الفراغات نحطو شويه فريز. فوالا نزيدو نغطو شويه بالكريم باش تلصق الكوش اللي بعدها بالطبيعه ما تبداش تتحرك معناها وما هيش لاصقه بالبي، شويه بركه مش برشا. فوالا سايت اوكي كملنا الكريمه نتاعنا الكوش هذيت. اوكي نبداو في الكوش الجديده نتاع البسكويت. اوكي نبداو في كعيبات الحليب البنوتي صغرونه نغطسهم في الحليب. حطوا كالعاده طبقه ثانيه نتاع الكريم. نجيبو توكي كعيبات توت ازرق نحطوه في الكوش هذيا. نزيدو بالطبيعه كالعاده كوش صغيره نتاع كريم باش يلصقوا الكعيبات اللي فوقها. ونكملوا الطبقه اللي من بعد. اوكي وصلنا للطبقه الاخرى الكريم اللي بقات الكل. حبيباتي جات مرحله التزيين اللي من فوق. نحطو شويه في المغرفه. نبدا نحط بشويه بشويه مش برشا كشويه بركه باش يعطينا هكا كيما دي فورم هكا مزيانين. فوالا سي بون. توكي كملنا زينه كامله نتاع الخبزه الهواء نتاعنا. توكي باش نغطيها نحطها في الفريجيدير ونرجع لكم بعد شويه نوريكم النتيجه النهائيه. كي نخلوها تقريبا 4 سوايع في الفريجيدير